السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتور أحمد محمد العطار، استشاري الجلدية والتجميل والعلاج بالليزر. المشكلة التانية واللي هي برضو من أكثر المشاكل شيوعا، الصلع الوراثي أو التساقط الناتج عن الهرمونات الجنسية اللي هو الأندروجين أو بيتسمى الأندروجينيك ألوبيشيا. الصلع الوراثي هو ليه أنماط كتير وبيجي للرجال والسيدات، النسبة الأكثر شيوعا في الرجال لكن هو بيجي برضو للسيدات. يبقى فيه لابد يكون في تاريخ وراثي، حتى لو التاريخ الوراثي ده مش لازم في الجيل الأول أو الجيل التاني، ممكن يبقى فيه أجيال قديمة قبل كده إحنا ما شفناهاش، لأن دايما بتقول في صلع وراثي للمريض، المريض بيعترض انا والدي مش اصلع، انا والدتي مفيش حاجه، انا مش لازم تكون اول جيل او تاني جيل. كل انماط الصلع الوراثي او التساقط التفاعلي او الكاربي يبقى ليها انواع وانماط علاجيه مختلفه على حسب النوع، سواء ذكر او انثى، او على حسب حده الحاله. اهم حاجه عشان نعالج المشكله دي لابد ان احنا نعرف المريض طبيعه المشكله، خصوصا في الصلع الوراثي. لابد ان احنا نعرف المريض ان دي طبيعه مش هتتغير، وان احنا العلاج هنستخدمه من دلوقتي هيستمر معانا طول رحلة الحياة ومدى الحياة، إذا كان المريض مهتم بشعره وعايز إن صلع ما يزيدش عن كده، أو إن الهير شيدنج أو الهير لاين أو خط الشعر ما يتراجعش أكتر من كده. الحتة اللي دايما بيحصل فيها الاعتراض اللي هو إزاي هستخدم علاج مدى الحياة. نشكركم على حسن استماعكم وفي انتظار كل أسئلتكم على الصفحة.